سيد الرئيس، إن التدبير المفوض هو نمط للتدبير يمكن من إسناد مسؤولية إنجاز وتمويل وتسيير مرفق عمومي إلى مقاولة خاصة أو هيئة عمومية أو شبه عمومية، أو إعطاء صلاحية استغلال مصلحة عمومية حسب شروط تحدد في دفتر للتحملات، وذلك مقابل أداء مبلغ مالي يأتي إما من المفوض، بمعنى آخر في موضوع النفايات الجماعة هي اللي كتخلص، أو من المرتفقين مباشرة، أو هما معا، ويحتفظ المفوض بملكية البنيات والاستثمارات المنجزة وبسلطة مراقبة تنفيذ العقد. والتدبير المفوض مؤطر حاليا بالقانون رقم 54/05 الصادر في فبراير 2006، ويطبق على المنشآت العامة والجماعات الترابية، مما يعني أن عددا من عقود التدبير المفوض الحالية وقعت قبل سريان القانون المذكور. فقد تم اللجوء إلى نمط التدبير المفوض بالنسبة لقطاع التوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل منذ سنة 1997 بالدار البيضاء و1999 بالرباط، ليمتد سنة 2002 إلى كل من طنجة وتطوان. أما في مجال النقل الحضري بواسطة الحافلات فقد تم الشروع في استغلاله منذ بداية القرن الماضي من طرف شركات أجنبية في إطار عقود امتياز بالمدن الكبرى، وخلال الستينات من نفس القرن استعادت الجماعات المحلية هذه الامتيازات وقامت بإحداث الوكالات المستقلة بمعظم المدن الكبرى، قبل أن يتم اللجوء من جديد خلال سنوات الثمانينات لإشراك القطاع الخاص في تدبير مرفق النقل عبر عقود امتياز. وابتداء من سنة 2004 تم الشروع في نهج نمط التدبير المفوض في هذا القطاع بالدار البيضاء النقل الحضري يعني داخل المدن، لينتقل إلى مدن أخرى كمراكش وأكادير وطنجة والرباط. ومعلوم أن التدبير المفوض كأسلوب لتدبير المرافق العمومية المحلية هو من الاختصاصات الذاتية للمجالس الجماعية المحلية، كما أن السلطات المفوضة المكونة من الجماعات المفوضة تتوفر بحكم عقد التدبير المفوض على سلطة عامة للمراقبة تتم ممارستها بواسطة المصالح الدائمة للمراقبة التي توجد تحت الإشراف المباشر لرئيس السلطة المفوضة. ثانيا، أهمية ومزايا التدبير المفوض. علاش مشينا لهذا الأسلوب؟ إجمالا يمكن للجماعات المحلية تدبير مرافقها العمومية بإحدى الطرق التالية: عن طريق التدبير المباشر، ملي تبغي الجماعة هي تسير المسائل ديالها راه ما كاين حتى واحد اللي غيتدخل فيها، بالوكالة أو باللجوء إلى التدبير المفوض. ويعتبر التدبير المفوض من أكثر طرق تسيير المرافق العمومية شيوعا، وهذا في العالم، فقد اعتمدته العديد من الدول لتسيير مرافق عمومية مختلفة، ولم يخرج المغرب عن القاعدة، حيث اعتمد منذ بداية القرن الماضي عقود التدبير المفوض في قطاعات مختلفة. وقد عرف هذا النمط من التدبير تطورا مهما مع التحولات التي تعرفها الإدارة وحكمة المرافق العمومية بإكراهاتها الجديدة. وتلجأ عادة الجماعات للتدبير المفوض للاعتبارات التالية. شكرا للإخوة المصورين.